وفاة الفنانة الجزائرية بيونة، من هي؟ عمرها؟ وما سبب رحيلها؟ لكن قبل ذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. الفنانة الجزائرية القديرة بيونة، واسمها الحقيقي بايا بوزار، رحلت اليوم عن عمر ناهز 73 سنة بعد صراع طويل مع المرض. من هي بيونة؟ ولدت في عام 1992 في العاصمة الجزائرية، وامتدت مسيرتها الفنية لأكثر من 40 عاما، وقدمت أعمالا في السينما والتلفزيون والمسرح. عرفت بروحها المرحة وأدوارها الكوميدية التي أحبها الجمهور، وخاصة مشاركتها في سلسلات مثل ناس ملاح سيتي. ما سبب وفاتها؟ تعرضت لتدهور صحي مرتبط بمشاكل في التنفس والرئة، ونقلت إلى مستشفى متخصص في طب الرئتين، حيث كانت تتلقى العلاج قبل أن تعلن وفاتها صباح اليوم. وحسب ما أوردته بعض المصادر فإنها عانت من سرطان الرئة منذ سنوات، ما جعل حالتها الصحية تتدهور في الفترة الأخيرة. مسيرتها: بيونة دخلت عالم الفن منذ السبعينيات، وقدمت أدوارا فنية مميزة في الجزائر وفرنسا، وشاركت في أعمال تلفزيونية معتبرة، وكانت صوتا مميزا في الكوميديا والدراما الجزائرية. رحيل بيونة ترك فراغا كبيرا في الوسط الفني، لقد كانت علامة من علامات الفن الجزائري، وصوتا جعل الكثيرين يبتسمون من خلال أدائها الأصيل والمرح. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.